زي ما انت خايف على زمايلك انا خايف على زمايلي كمان. الظباط لو اتزنقوا يا روح ما بعدك روح. ايه اللي حصل يوم 25 يناير؟ ايه اللي حصل يوم 28 يناير؟ حدثت في مصر نكسة اسمها موقعة الجمل. من قتل ثوار 25 يناير؟ مين اللي قتل المتظاهرين في الشوارع؟ مين اللي قتل المتظاهرين؟ ال1000 اللي اتقتلوا مين اللي قتلهم؟ واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مبارك أدار معركة قتل المتظاهرين بنفسه. قضية متهم فيها مبارك بأنه تسبب في قتل المتظاهرين أو أنه متهم بقتل المتظاهرين بتوع 25 يناير. في أحد المصابين، مصاب الثورة يعني اللي هو موجود في القضية، قدم النهاردة طلب أن ينضم عبد الفتاح السيسي بصفته مديرا للمخابرات الحربية إلى قائمة المتهمين في هذه القضية في قتل المتظاهرين. لا انتم مخبيين عليا حاجة. رئيس الجمهورية ملوش دعوة بقتل المتظاهرين خالص، لا هو ولا حبيب العدل. مفيش فايده. اقعد. يعني وزير الداخلية يا فندم ما رفعش السماعة وقال لحضرتك احنا شايفين من الهرم جمال وحصنة ماشية في شارع الهرم متجهة للتحرير؟ كانوا رايحين جامع مصطفى محمود يرقصوا، وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير. قالوا لمين يا فندم؟ بدليل انهم دخلوا. لا قالوا لمين انهم رايحين يرقصوا؟ كان معروف عنه كده. ايه ده يعني من فوق شفرة يا حاج. انه الحقيقة اذا ما اردتم ان تعرفوا من قتل ابنائكم فعليكم ان تذهبوا الى عمر سليمان او مرشد الاخوان. ولابد ان نعرف من كان وراء هذه المؤامرة وسوف نحاسبهم حسابا عسيرا. اللي بعده خلاصته، يعني اللي عايز اقوله خلاصته ما مدى مسؤولية الفريق احمد شفيق عن موقعة الجمل؟ هل له يد فيها؟ يد ايه؟ ده انا شوف طالما انت قول السؤال تاني. تسجيل التلفزيون الحكومي الرسمي المصري بتقول ان اللي بيحرس وبيأمن مسيرة البلطجية اللي شايلين سيوف وخناجر وأسلحة وراكبين جمال وبغال وحمير، الحرس الجمهوري بيأمنهم بغرض انهم رايحين يرتكبوا جرائم قتل ضد الموجودين في ميدان التحرير وعبان ابرياض. هو والله وانا مش عايز يعني اجزم بشيء ما اعرفوش، لكن كنت احد المسؤولين يعني في الوقت ده. هذا الرجل بريء من اي دم. ما انت يا ابني اللي قتله. والله ما انا يا استاذ. وكل من كان موجود من المسؤولين برضو بريئين منه بشكل مباشر او غير مباشر، عشان بس تبقى الامور واضحه. محدش هيجاوب. ليه كده يا كابتن؟ انت عصبي ليه كده اهو؟ عناصر الإخوان اللي كانت متسلقة الأسطح ومعاهم عناصر من حركة حماس اللي تم تسللها خلال الفترة بتاعة فتح السجون والانفلات الأمني وكذا وكذا، كلهم تسلقوا واحتلوا أعلى البنايات سواء في ميدان التحرير أو في الأحياء القريبة، وهم اللي كانوا بيضربوا الرصاص. ولا بالكرة في وش امك، انا مش طايق نفسي، اقعد ساكت خالص. القناصة اللي ضربوا الشباب بقى بالنار من فوق الأسطح، دول قناصة معروفين هم مين وتابع مين؟ هم مين وتابع مين؟ دول امن دولة تابعة لمين؟ تبع رئيس جمهورية موجود. مين هو؟ حسني مبارك. برافو عليك. لو كان حبيب العدلي هو أمر بالتصدي للمتظاهرين بقوة أو تسليح جهاز الشرطة بأسلحة آلية أو بغيرها لكنا رأينا آلاف وآلاف المتوفين والمصابين. هو الوحش منين؟ كل ما اسال السؤال ده انت بتدافع. انا لا بدافع ولا انا بسال سؤال بسيط. قولوا لي ان حماس قتلته زي ما حبيب العدلي عمل. كلمت انا هسفلتك انت صوتك كلام عصبني، انا عامل لي زنوه في دماغي. شوف العسكر وهم بيشيلوا جثث المصريين ويلقوا بيها في القمامه، والعالم كله شاهد صحيح هذا المشهد. بعد كده احنا حياتنا رخيصه. براءة، عودوا الى مقاعدكم. عشان بس تبقى الامور واضحه. 5 بالحب. والله كنت احد المسؤولين يعني في الوقت ده.